دعونا نضع عنوانا لهذا العيد أو لهذا اليوم. دعه يدخل إلى هيكل قلبك، دعه يدخل إلى هيكلك. كل يوم كده العذراء بتشيل المساء على ايديها ومعاها يوسف البار، وكل يوم يجربوا لقلبك وقلبك وقلبك وقلبي وقلبك. كل واحد النهارده ابني عايز يدخل الهيكل، تسمح يدخل الهيكل؟ طبعا انا عايز ادخل الهيكل، بس يا ربي الهيكل بتاعك ده لا يليق بيك، الهيكل بتاعك ده مليان شرور. استنى يا رب عليا لما انظف نفسي، استنى يا رب عليا لما انظف هيكل نفسي كده، لك اتفضل تعالى يليق بيك. ودي خدعة من عدو الخير، خدعة من عدو الخير، ان هو يقولك انت نظف نفسك وقول المسيح اتفضل. طب ما انا لو اعرف انظف نفسي يبقى ايه المسيح يجي يعمل ايه؟ دعه يدخل هيكلك فيطرد باعة الحمام والصيارفة منه. دعه يدخل لهيكلك فيقلب موائد الصيارفة. دعه يدخل إلى هيكلك فيفتل حبلا ويطرد كل شر من داخل نفسك. سيبه يدخل إلى قلبك ولا هيكلك. أنا ما رضيتش أقول لك ادعوه ليدخل، لا، دعه يعني سيبه يدخل. هو عايز يروح لك وعايز يروح لي، مش مستنى لسه دعوة منك. ده هو واقف كل شوية، واقف على باب هيكلك يقرع. إن فتح لي أحد أدخل إليه وأتعشى معه ويكون معي. ليه مشغول؟ ليه حاطط اللمبة الحمراء على هيكل قلبك كده وتقول مشغول 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 مشغول، وكاتب كده ممنوع الإزعاج، ممنوع الاقتراب، ممنوع الدخول؟ في إيه؟ بتعمل إيه داخل هيكلك؟ إيه اللي بيحصل؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك لألا يفوت الوقت وتعمل زي العذارى الجهلات. يا ربنا يا ربنا. طب انا وقفت على الباب الهيكل وخبطت وقلت افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا جميلتي يا كاملتي، افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي.